يا سلام على الدلع. شايفين اهو؟ الله، حاجة كده تستاهل ان انت تجربيها. يا نهار ابيض، شايفين الجمال؟ لازم تجربوا الوصفة الجميلة دي. ابداع اخر الليل بقى، حاجة كده ملهاش حل. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين ده ورك كده كان موجود عندي في التلاجة، يعني كمان تقريبا نصه متحمر ونص التاني مسلوق، ولا يهمني، هعمل منه احلى وصفة النهاردة. وجبة كده للعشاء خفيفة وفي نفس الوقت تستاهل ان انت تجربيها. يلا بينا نشوف عملنا بقى الحاجة الحلوة دي ازاي. دي المكونات معايا هنا. الورك اهو بعد ما خليناه وطلعنا العظم منه، دي الكمية اللي طلعت. ومعايا كوباية صغيرة كده من عصير الطماطم، مقدار حبيتين. ومعايا التوابل بقى، بصل بودر وتوم بودر وشوية صغننين من الملح الصيني ومرقة الدجاج الفورية، وكمان معلقة كبيرة من البابريكا، ولزوم الدلع بقى ميكس الجبن ده، موتزاريلا على رومي على شيدر، ومعلقة كبيرة من الزبدة. جريل بقى على البوتاجاز ويلا نعمل الجمال ده. سهل وبسيط جدا وطعمه ملوش حل. يلا بينا نشتغل على طول في الوصفة. جريل كده على البوتاجاز، انزلي على طول بمعلقة الزبدة. يعني الوصفة دي بقى تنفع لجوع آخر الليل في الشتاء اللي احنا فيها. سهلة وبسيطة وطعمها جميل جدا. أول ما الزبدة تسيح انزلي على طول بحبيتين عصير الطماطم، دول مقدار حبيتين بس اهو. يا دوبك كده تبتدي تتسبك مع بعضها عشان ننزل بالتوابل. انزلي بقى بالبابريكا ومرقة الدجاج الفورية والملح الصيني وشوية صغننين من الملح الأبيض بتاعنا والثوم البودر والبصل البودر. وقلبي بقى كل الحاجات الحلوة دي اللي مش قادرة أقول لكم ريحتها طالعة عاملة ازاي. الله، تاخد غلوة وبعدين نبتدي ننزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا خليناها. خلي بالكم هي كده كده مستوية، احنا بس عايزين نغرقها في الصوص الجميل ده ونخليها تشرب منه كتير. اقعدي بقى قلبيها كده عشان تشرب من الصوص. اول ما تحس ان هي تمام دلعيها بقى بشوية الميكس بتوعنا دولت. مش قادرة اقول لكم الوجبة دي بالرغم ان هي سهلة جدا كان طعمها عامل ازاي. لو عندك ورك في التلاجة او صدر اوعي تستني عليه، قومي وجربي الوصفة دي واكتبيلي في الكومنتات كان طعمها عامل ايه. شايفين؟ يا نهار ابيض، هي تستاهل فعلا التجربة. الله، كليها بقى بالعيش البلدي او بالعيش الفينو زي ما تحبي. ده الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.